بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديوهات لأن كان عندي حالة وفاة. تعالوا النهاردة نعمل فيديو عن أسعار الديب فريزر. احنا شهر 6 2023. حاولت ألم لكم كل أنواع الديب فريزرات ونعرف أسعارها لشهر 6. تعالوا نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا نبتدي. أول ديب فريزر معانا وهو ديب فريزر كريازي 6 درج 270 لتر. زي ما انتوا عارفين، احنا مش الهدف الأساسي انك تشتري من محل معين. لا، انا هقولك سعر من كذا مكان وانت تشتري من المكان اللي انت عايزاه. هو سعره في سايت اسمه الغزاوي، سعره 21,900، وموجود على أمازون ب20,999، يعني ب21,000. يعني في فرق 900 جنيه بين موقع الغزاوي وموقع امازون. طبعا انت تشتري من المكان اللي انت عايزاه. انا بقول لك الرينج بتاع الديب فريزر. ده شكله من جوه كده، بتبقى الادراج بتاعته شفافه، واول درج بيبقى للمكعبات التلج، ودي ميزه مهمه جدا علشان التلج ساعات بيكرف من الحاجات اللي جنبه. مكتوب عليها الاشكال، عايزه تحطي سمك، عايزه تحطي فراخ، بتحركي الجزء الابيض ده على الحاجه اللي انت عايزاها علشان ما تنسيش انت حاطه ايه في الدرج. ديب فريزر كريازي معروف جدا ان هو ضخم جدا. احنا بنشتري ديب فريزر على اساس عدد اللترات مش على اساس الادراج. هو 270 لتر زي ما قلت لكم، وبيبقى كلاس ايه موفر للكهرباء. تعالوا نشوف بقى الديب فريزر اللي بعد كده، وهو ديب فريزر بيكو 282 لتر. هو بيبقى كلاس A. الاستهلاك الشهري بتاعه 32 كيلو وات. سعره موجود في بيتك 27,199، وموجود على أمازون 27,580. يعني بيتك أرخص من أمازون، وبيتك كمان عندهم خاصية التقسيط. تعالوا بقى نفتحه ونشوفه من جوه. هو بيبقى بالشكل ده. هو عبارة عن 8 أدراج. زي ما قلت لكم 282 لتر. الادراج بتاعته شفافه، الكواليتي بتاعته هايله جدا. هو بيبقى تركي. اول درجين زي ما بيكونوا كده رفين بيتفتحوا لبره، لكن الباقي شكل ادراج عادي، وفي رف تحت كل درج. الخاصيه دي موجوده في كريازي برضو. نسيت اقول لكم ان هو كان في رف تحت كل درج، علشان يعني ده بيثبت الدرج وبيحافظ على متانته. بيكو برضو في الخاصية ديت، بس هو زي ما انتوا عارفين يعني هو اغلى من كريازي كتير. هو الكواليتي بتاعته بتبقى ممتازة. القطعة البيضة ديت بقى بتسيبيها في الديب فريزر بتاعك، علشان لو لا قدر الله النور قطع ولا حاجة، بتروح جاي حاطة عليها علشان تفضل محتفظة بالحرارة وما تسحش. طبعا في مروحة ورا كل درج. بيكو من الماركات الممتازة جدا. هو تركي مستورد، وحاليا احنا عندنا مشكلة في المستورد، في الضمان بتاعه. في بعض الناس بيقولوا ان الضمان بتاعه كويس، في بعض الناس بيقولوا لا. بس هو كموديل وماركة وشكل والكواليتي بتاعه ممتاز جدا. تعالوا بقى نشوف الديب فريزر بعد كده، وهو ده ديب فريزر فريش 7 درج 255 لتر. الاستهلاك الشهري بتاعه 35 كيلو وات، وهو بيبقى كلاس ايه. سيبكم بقى من الارقام المكتوبه عليه ديت لانها دي ارقام قديمه. انا بقول لكم الارقام بتاعه شهر 6 2023. زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم 7 ادراج، يعني تقريبا الادراج مقاربه لبعضها تقريبا. هو في النص هو بس الدرج بيبقى فيه درجين كبار شويه، واللي فوق واللي من تحت متوسطين. تحت خالص بيبقى الدرج صغير علشان بيبقى موجود الموتور. في مروحة زي ما انتوا شايفين اهو بتوزع الفريون ورا كل درج. الأدراج بتاعته شفافة. برضو فريش، من الماركات المحترمة جدا العالية اللي في ناس كتيرة جدا بتفضلها. في بعض الناس اشتكوا بس ان هو صوته عالي، يعني شوية شوية صغيرين. تعالوا بقى نشوف الجيب فريزر اللي بعد كده، وده جيب فريزر وايت ويل 6 درج 188 لتر، بيبقى كلاس A. باستهلاكه للكهرباء 31 كيلو وات. ده الاستهلاك الشهري. سعره حاليا 17,449، والسعر ده موجود في بيتك. ده بيبقى شكله من جوه كده، بتبقى اللمض بتاعته موجودة من جوه، وفي الفتحات بتاعة التهوية والتبريد، وبرضو الأدراج بتبقى شفافة. يعني وايت ويل من الماركات المتوسطة يعني.
بس white wheel ال7 درج الdigital تحفة على فكرة، هو موجود عندي. الquality بتاعته ممتازة، يعني هو بقى له أهو سنتين أو 3، ما فيش منه أي شكوى وما لوش صوت، والموديل ده كمان كويس جدًا. بس عايزة أقول لكم بقى إن كل الأدراج عايزة محافظة، يعني مش تقعدي تخبطي وترزعي وتعملي فيه وبعدين تقولي الأدراج مش متينة. هي الquality بتاع كل الdeep freezer الquality بتاعه بقى كله مش متضبط، يعني لازم عايز محافظة، مش عايز تقعدي ترزعي وتخبطي وكلام من ده، يعني نستخدمه استخدام آدمي يعني. تعالوا بقى نشوف الديب فريزر اللي بعد كده. ده بقى الوايت ويل 5 درج، سعره حاليا 20,902. هو بيبقى كلاس A زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى الرف الأولاني عبارة عن شبك، وأنا مش حابة فكرة الشبك دي لأنها بتبقى ضعيفة إلى حد كبير ومش بتقدري تحملي عليها. وبعدين بيبقى الأدراج زي كده زي ما انتوا شايفين 4 أدراج. طبعًا الدرج اللي تحت بيبقى صغير شوية علشان بيبقى تحتيه الماتور، لكن الإدراج اللي فوق متوسطة. white whale أنتم عارفين إن هو مصري. تعالوا بقى نشوف الdeep freezer اللي بعد كده، وده deep freezer tornado 185 لتر، هو بيبقى كلاس A. استهلاكه للكهربا 25.5 كيلو وات، ده الاستهلاك الشهري. هو بيبقى 5 درج، سعره حاليًا 18,270. طبعًا أنا عايزة أقول لكم إن سعر الحاجات دي كان كلام فاضي، بس الدنيا غليت بشكل غريب. ده بيبقى شكله من جوه كده. تورنيدو من الماركات الممتازة جدًا والفئة السعرية بتاعتها كويسة، يعني حتى الآن تورنيدو ما فيش أي حد اشتكى منه خالص، وأنا عاملة عنه ريفيو مخصوص لديب فريزر تورنيدو. لو حضرتك عايزة تشوفيه أنا هاحطه لكم في الفيديو من فوق. يعني متكلمة عنه باستفاضة أكتر من كده، إحنا بس عشان معانا موديلات كتيرة فبننجز الوقت. تعالوا بقى نشوف الديب فريزر اللي بعد كده، ده ديب فريزر ألاسكا 242 لتر 5 درج. سعره حاليًا 10,699، والسعر ده موجود في رنين، لكن بصراحة أمازون هي اللي كسبت المرة دي، وسعره على أمازون 9,790، فأقل من رنين. فيعني لو عايزة تشتريه اشتريه من أمازون. فهو بيبقى كلاس B. لكن برضه كلاس B يعني يعتبر موفّر للكهربا، الأدراج بتاعته زي ما أنتم شايفين كده مش شفافة. أنا حسيتها ضعيفة إلى حد كبير، لكن في ناس كتير بيفضّلوا ماركة ألاسكا لإن سعرها يعني قليل بالنسبة للديفريزرات التانية. وفي ناس كتير قالوا إن هو بيعيش معاهم بالسنين، بس لو كأنا يعني مش هاشتريه بصراحة، يعني مش عارفة أكدب، مش عارفة أقول بصراحة إن هو حلو 100%، يعني أنا مش حسيته خالص. لكن في ناس كتيرة بتشكّر فيه وقالوا إن هو قعد عندهم 10 سنين وبالعكس الأدراج متينة، فأنا باحترم رأيهم جدًا وهم أدرى، لكن أنا اللي أنا كنت شايفاه مش كنت شايفاه إن هو أحسن حاجة. تعالوا بقى نشوف الديب فريزر بعد كده، ده ديب فريزر كريازي 230 لتر، ضمان 10 سنين. موجود سعره عند الغزاوي 18,950. ده بيبقى أقل من التاني، ده بيبقى 5 درج، التاني بيبقى 6 درج. زي ما أنتم شايفينه برضه كبير جدًا. هو السعة اللترية بتاعته بتبقى كبيرة جدًا بالنسبة للأدراج بتاعته، هو أدراجه كبيرة جدًا وواسعة، وده سبب كبير جدًا إن بيخلّي الناس يشتروه، إن هو أدراجه واسعة جدًا وأدراجه مش وحشة، يعني نقدر نقول متوسطة، الquality بتاعها متوسط أو فوق المتوسط كمان. وزي ما قُلت لكم تقدروا تعلموه، هو زي شكل التاني بالضبط، بس الفرق بين ده وبين ده دُرج مش أكتر. زي ما قُلت لكم سعره موجود عند الغزاوي ب18,950. ده على موقع الغزاوي تقدروا تشوفوه، أنا على فكرة باثق في موقع الغزاوي جدًا لإن أنا أعرف أصحابهم شخصيًا يعني. فيعني وأسعاره بتبقى كويسة. زي ما أنتم شايفين كده أول رف ده زي ما إحنا اتفقنا بتاع التلج، ودي برضه ميزة كويسة جدًا، فيه فتحات للتبريد، بتوزّع التبريد برضه بشكل ممتاز. عيب بس كريازي إن هو في بعض الناس قالوا إن أعطاله كتير، يعني بيبوظ معاهم كتير جدًا. علشان كده أنا باقفش منه شوية. زي ما قُلت لكم في رف تحت كل درج، أهو تقدري تشيلي الدرج خالص وتستغني عن الدرج وتحطي على الرف. دي برضه ميزة مهمة جدًا في كريازي وهو بيبقى class A.
تعالوا بقى نشوف الديب فريزر اللي بعد كده. ده ديب فريزر بيكو. ده بيبقى 5 درج، وعايزة أقول لكم إن هو مش متوفر في السوق اليومين دول، أنا قلبت عليه الدنيا علشان أعرف سعره، مش متوفر. هو بيبقى كلاس A، 168 لتر. مش عارفة ليه بيكو معرفتش بتنزل ال5 درج ده. دورت عليه كتير جدا عشان أعرف السعر، بصراحة مش قدرت أوصل له. بس أنا هقول لكم يعني كل بياناته علشان لو قدرتي توصلي له، فهو برضو حلو جدا وتحفة جدا. تعالوا بقى نفتحه ونشوفه من جوه زي بيكو بالظبط، ال8 درج اللي احنا شفناه، بس الفرق ان ده 5 درج. الكواليتي بتاعته ممتازة، والفريون بتاعه صحي، والادراج بتاعته معقولة الى حد كبير. برضو في القطعة البيضة ديت، والقطعة البيضة دي تقريبا مش موجودة غير في بيكو واريستون، بس مش موجودة في دي فريزرات تانية. اول رف بيبقى شبك كده، وانا برضو هقول لكم مش بحب الشبك علشان مش بتقدري تحملي عليه، بتحطي عليه حاجات ايه خفيفة علشان الشبك ما يبوظش، وبيتفتح الدرج بالشكل ده. والباقي ادراج عادية، مساحتها كويسة الى حد كبير، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. هو بيكو كمان الشكل بتاعه ستايل وشيك كمان يعني. فهو مش ضخم ابدا، هو شكله لطيف يعني. على فكرة معمولة حملة شرسة كبيرة جدا على بيكو وعلى النت بالذات، معرفش ليه شركات كتيرة جدا بتضارب فيه وبيقعدوا يعملوا تعليقات سلبية عليه، بس أنا بقى من أرض الواقع بقول لكم، وبشوف ناس كتيرة عندهم هو كويس جدا. تعالوا بقى نشوف الدي فريزر ده دي فريزر وايت بوينت نو فروست ب 226 لتر، 6 درج، وسعره 21999، يعني 22,000. ده بيبقى شكله من جوه كده برضو وايت بوينت تركي. والسالترية زي ما قلنا 226 لتر، وهو 6 أدراج، وزي ما قلت لكم سعره 22,000. الأسعار دي موجودة في رنين، علشان أنا أشوفه قلت لكم كذا سعر بتاع حد، يعني أنا مش فارق معايا تشتري من مين، أنا بقول لكم على السعر الحلو مش أكتر. ده بقى دي فريزر بيكو، 6 درج، سعره 25,517. طبعا بيبقى نو فروست، والسعة اللترية بتاعته 218 لتر، ولونه فضي. ده بقى دي فريزر بيكو، ده 7 درج 260 لتر، في شاشة ديجيتال، سعره 25,550. السعر ده موجود في رنين يا جماعة، عشان لو عايزين تشتروه. السعر ده موجود في رنين، وسعر يعني أنا مش جايبه لكم غير الأسعار الحلوة، يعني أنا مش جايبة كل الحاجات اللي هناك، لا أنا شايفة الأسعار المناسبة اللي أقل من بره هو اللي حطيتها في الفيديو ده. طبعا الأدراج بتاعته شفافة زي ما انتم شايفين. وايت بوينت برضو ممتاز زي بيكو، بس بيكو أعلى، رغم ان ده تركي وده تركي، بس بيكو أعلى من وايت بوينت. ده بقى دي فريزر شارب عشان في ناس كتيرة جدا بتدور عليه. ال7 درج سعره 28,200، بيبقى فيه ليد من بره كده، شكله شيك جدا، الكواليتي بتاعته ممتازة، بس في ناس كتيرة جدا مش بتشتريه علشان خاطر ان هو غالي إلى حد كبير. هو بيبقى 300 لتر، وبرضه 300 لتر ده كبير جدا يعني، ما شفتش في الديب فريزرات التانية 300 لتر دي، وهو بيبقى كلاس ايه. ده دي فريزر رأسي فريش، 130 لتر وخمسة درج، والموتور بتاعه موتور LG، سعره 15,570. ده بقى دي فريزر وايت بوينت، بس 6 درج و81 لتر، 181 لتر، لونه سيلفر زي ما انتم شايفين. هفتحه بقى واوريهولكوا، بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي. الادراج برضو بتاعته شفافة وتركي، الفريون بتاعه صحي. وايت بوينت ممتاز جدا برضو، مش هقدر اقول عليه اي حاجة يعني، مش في ناس اشتكوا منه، في ناس قالوا ان ادراجه ضعيفة شوية يعني، قلنا بالمحافظة كل حاجة هتعيش. ده بقى جيب فريزر تورنيدو نو فروست، 6 درج 223 لتر، وسعره 21,100. ده بقى جيب فريزر فريش، برضو نو فروست، 7 درج 230 لتر، سعره 20,370. على فكرة الدي فروست هو تقريبا ألاسكا يعني، وانت بتشتري ألاسكا خلي بالك ان هو الكتروستار، الاتنين دول دي فروست مش نو فروست. تعالوا بقى نشوف الجيب فريزر اللي بعد كده. ده جيب فريزر بساب 280 لتر، 6 درج، سعره 15,000 ونص، وانا عامله ريفيو عنه كامل، شوفوه عشان مهم جدا قبل ما تشتروا بساب، لازم تشوفوا الريفيو دوت علشان مهم جدا.
هتعرفوا رأيي فيه يعني. ده ديب فريزر فريش 255 لتر 7 درج تاتش زي ما انتم شايفينه، شكله رائع جدا، سعره 22,720. بس وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تشتركوا في القناة عشان اعمل ريفيوهات اكتر، ولو في اي سؤال مش تنسوا تكتبوا لي في الكومنت. باي باي.